فكره المكشوف دلوقتي. قصدك زي مين؟ من غير ما تسالني بقى يا دكتور. يمكن قصدك على باسم يوسف عشان زميل اعلامي صح؟ هو زميل طبعا، بس يعني هو مش تحديدا، في ناس كتير الحقيقه، بس يعني ربما طبعا هو كان الحاله الواضحه اكتر. هل ده نقدر نقول كل ده لعب على المكشوف خلاص؟ لا بصي، انا عايز باخدها بقى بالسكه دي، عشان موضوع باسم يوسف ده خد اكتر من اللازم، وكمان على الشبكات الاجتماعيه اخد كتير جدا. الراجل ده مبدع جدا، وفريق العمل اللي معاه اكتر من رائع. الراجل ده كان ليه قبل 30 يونيو ليه دور، سواء هو بيحب الدور ده او مش عايز، بس هو كان ليه دور مهم في كشف جماعه الاخوان المسلمين. طيب انت دلوقتي ليك خط سياسي كويس، اولا لازم نحترم حريه الراي والتعبير. يعني اقصد ايه؟ انت ليك راي عايز او خط سياسي مستريح له وبتحبه وعايز تظهره من خلال البرنامج، انت حر. انت عندك مليون سكريبت تلعب بيه. انت عندك السكريبت بتاع اشتون لوحده ده انت ممكن تعمل عليه فرح، ساعه لما راحت لمرسي وقالت له شفت البط يا ابني، كلت بتاكل بط والثلاجه والكلام التهريج ده، والناس اللي زيارات اللي حاجات يعني فيك، وفي سكريبتات ثانيه ممكن يلعب عليها الصبح. هو اختار سكريبت ثاني يبدو السكريبت ده ماشي مع توجهه السياسي. حلو الكلام؟ فحقك انك تعمل اللي انت عايزه في الاعلام، لكن كمان من حقنا احنا ننتقدك. المشكله ان انت لما بتيجي تنتقديه بيقول لك الله مش انتوا منافقين. مش باسم يوسف ماشي، ما باسم يوسف كان له دور قبل 30 يونيو وكان ضد الاخوان على عيني وعلى راسي، بس هو دلوقتي بيحاول ينقل خط سياسي هو ميال ليه من خلال برنامجه اللي ليه تاثير عالي جدا. احنا وسام ده حقك، بس انا من حقي كمان اقول ان خطك السياسي هو ده. يعني يبقى اللعب على المكشوف زي ما بنقول، يعني مش زي ما انت قلت ممكن يكون لعب، بس مش لازم سوء نيه. انا ما بحبش طبعا ولا تخوين ولا عمال، مش قصه التخوين والعماله والطابور الخامس دي انا ما بحبهاش. انا ممكن اتريق على الطابور الخامس ككونسبت كمفهوم ان الطابور الخامس ده بيعمل كذا، لكن عمري ما بشير لحد. لا مش من نطاق الخيانه على لا على الاطلاق. خالص. لا هنخون بعض ولا هنكيل اتهامات ولا هنزايد على بعض، لكن بنقول من باب ان كل واحد يكشف عن خطه السياسي. ده مش عيب، ده اللي تقصده بالظبط. يعني مثلا كويس قوي دي، بس مش واضحه الصوره. لكن اللي انا كنت عايز اقوله دي كان مع الدكتور البرادعي، كنت كتبتها على تويتر عندي. لو خدناها فول سكرين ممكن هتبقى واضحه شويه. ان باسم يوسف في الحلقه بتاعته خط سياسي هو مرتاح له بيحبه، وده من حقك. وحاول يظهر ان الدوله منقسمه عن نفسها، وان في ثوره بناحيه وانقلاب بناحيه، وان الجيش في ناحيه، جيش وطني مصر العظيم في ناحيه، والجماعه الخاينه في كفه. في كفه تمام، وانا اعلق على دي. في كفه، وانا شخص محايد مش مع ده ولا مع ده. كانوا طبعا ما ينفعش. كتب مقاله باسم يوسف من كام يوم. احنا من حقنا نتابع الناس دي برضه، اصل التاثير الاعلامي مهم. يعني احنا كناس يعني مدعوكين في السياسه، او يعني غصب عننا بقينا دخلنا فيها وعمرنا ما كنا سياسيين ولا حاجه، بس من حقنا نتابع. يعني هو واخد خط انه مثلا ما فيش حاجه اسمها مؤامره على من امريكا. مين قال ان امريكا بتدعم الاخوان؟ واخد بالك؟ نفس الكلام اللي قاله البرادعي في حواره في الواشنطن بوست بالنص، انا واخد الاثنين اهو. ان البرادعي بيقول برضه انه ما معناه يعني موضوع المؤامره ده موضوع وهم، وكل الدول اللي فيها ديكتاتوريه اسهل حاجه ان انت تتخلص تحصل على مكافاه اضافيه عن طريق انك تقول اسحق الامريكان. كويس؟ ف بالصدفه باسم يوسف واخد خط ان هو بينزح عن امريكا خالص فكره المؤامره دي. احنا موهومين بقى وضايعين، او نشك في نفسنا بقى، ان احنا كل ده إن هو بيتريق يعني انه نظريه المؤامره والكلام في مقاله نفس الكلام اللي قاله البرادعي. فهنا في تطابق بين وجهتين النظر. عشان كده بقول ده خط سياسي واحد، ان هو احنا ضد العنف وضد القمع وضد قمع الدوله البوليسيه، وان في طرفين. كويس؟ الخط السياسي ده بتاعك ده هو بتاع الدكتور البرادعي، هو بتاع الدكتور ابو الفتوح، هو بتاع اكس وواي وزد. لما انا بقول انتوا واخدين خط واحد، انا مش بشتم حد ولا بالعكس، لهم كل احترام، بس ما تزعلش لما اصنفك. مش انا اللي بصنفك، انت بتصنف نفسك. انت اخترت من خلال برنامجك انك انت تحط خط سياسي انت قاصد تحطه، وشكلك هتكمل عليه. بس من اول مره هنيجي نقول للناس يا جماعه دول ليهم خط سياسي واضح جدا، اللي هو بيسموهم ايه؟ اللي انا ولا مع الجيش العظيم ولا مع جماعه الاخوان الخاينه
حطهم في كفتين، واخد بالك؟ وانا بقى ايه؟ في النص، وانا ولا ده مع ده ولا مع ده. وده خط على فكره موجود ليه اتباعه وليه محبيه، كويس؟ ومفيش مانع ان الخط ده يكون جبهه معارضه سياسيه، كويس؟ للاغلبيه الشعب المصري اللي هو شعب التفويض اللي كان بيتريق عليه باسم يوسف، كويس؟ شعب التفويض، هو اتريق كتير قوي كلمه التفويض، كويس؟ ماله التفويض يعني؟ التفويض ليه معاني كتير جدا. قال يعني ان يعني جماهير بينها وبينه ورقه هي التفويض طبعا، وقال كمان ان السيسي ما يقدرش يكون شجاع الا بالتفويض. في كلام طبعا من تحت لتحت خطير جدا، بس ماشي. لا، وفكره كلمه انقلاب تكرارها انقلاب وثوره عادي، يعني انقلاب وثوره، انقلاب وثوره، انقلاب وثوره، معنى كده ايه؟ ان المجتمع منقسم على هو اكيد فاهم هو بيقول ايه. معنى كده انت عايز توري فكره 50-50، ودي مش حقيقيه. مش حقيقيه طبعا، كويس؟ اتس اب تو هيم زي ما بيقولوا. تاني، انا معترض طبعا على البلاغات اللي ضده، ومعترض على اللي حصل النهارده في سينما راديو. اكبر غلط ان راجل زي ده يتمنع، لها كل احترام، وما زال انا بحب اتفرج عليه وبضحك عليه ومبدع، وهتفرج عليه الجمعه الجايه، وكلنا والله. لكن في نفس الوقت لازم تبقى واضح ان ليك خط سياسي. وبقول خط سياسي، واحنا من حقنا بقى نقول الخط السياسي بتاعك ايه، ومن حقنا كمان ننتقدك ونهاجمك. نفس القصه النهارده الحقيقه دكتور السيد عمرو موسى. السيد عمرو موسى مرسي عفوا مرسي الشعب مرسي المصري فاشل، وليس الشعب المصري اسقط مرسي لانه فاشل وليس لانتمائه للاخوان.